سنة 25 وبداية سنة 26 لأول مرة في التاريخ مجموعة فيها الجزائر، غينيا الاستوائية، الطوغو، ليبيريا، مجموعة يقودها أو منتخب جزائري يقودها رياض محرز، العائد إلى التشكيلة الجزائرية والتشكيلة الأساسية بعد غياب في المباريات الأربعة الماضية، وديتان ورسميتان. المدرب فلاديمير بيتكوفيتش فضل يلعب اليوم بهذا التشكيل، ولكن ليس هذه المنظومة على مستوى المنظومة اللعب. أندريا في حراسة المرمى، حجام سيكون موجود في الدفاع مع رامي بن سبعيني وطوغاي وماندي، وسط الميدان رامز الزروقي، حسام عوار واسماعيل بن ناصر، وثلاثي الخط الأمامي سعيد بن رحمة، رياض محرز وبغداد بنجاح في الخط الأمامي، في وجود لاعبين مع المراوغة. بن رحمة والتوزيعة إلى القائمة الثانية خطيرة، أوي بعيد على رياض. في القائمة الثانية راحت مباشرة ضربة مرمى من سعيد بن رحمة لاعب نادي ليون لرياض محرز لاعب الأهلي السعودي للموسم الثاني على التوالي. قلت بأن رياض محرز مطالب بأن يكون رياض الذي نعرفه بعد كل الذي أثير حوله في الأشهر القليلة الماضية. هذا هو الحكم البنيني جندو ماندي وين بعيدة من عيسى ماندي تماما. في القائمة الثاني حسام عوار يلحقها وفاته، وراحت ضربة مرمى للحارس جيزوس اونو، حارس مرمى ديبورتيفو الافيس الاسباني. بغداد رقي يخطئ هنا امام القائد جانيت. سعيد بن رحمة لبغداد العب يا بغداد، العب. الحكم لم يقل شيئا، ما زال عنده الكرة الآن. بغداد يبحث عن المراوغة، يرجع للخلف، لعبها مع زروقي. بغداد ضربة مرمى، الحكم يقول ركنية. يا بغداد. في أول كرة وأول فرصة وأول تسديدة وأول لعبة لمنتخب غينيا الاستوائية، كاد يفعلها بصاروخ وتسديدة رائعة جدا باليسرى، مرت سلامات على يمين الحارس أندريا. شوف تخلي له مساحة متر واحد بالجهة اليسرى. سعيد يلحقها، التوزيعة من سعيد، كرة قصيرة من سعيد بن رحمة، راح حرز يرفعها بعيدة في القائمة الثانية، بعيدة كثير، ركلة جزاء بعيدة كثير وركلة جزاء يصفرها الحكم البنيني دينغو لويس لصالح المنتخب الجزائري. هل كان فيه مسك على بغداد بنجاح أم على توغاي أم رامي بن سبعيني؟ أعطونا نشوفوا الإعادة. عيسى ماذا تفعل هنا؟ الله يرحم والديك، ماذا تفعل يا عيسى؟ ماذا تفعل يا عيسى؟ وبقي في الخلف اسماعيل بن ناصر، مرفوعة من رياض وركنية أخرى. وهيلة لسعيد بن رحمة، سعيد يدخل، سعيد بن رحمة رائعة، رجعت لبغداد مرة ثانية. بغداد يبحث عن المرور، بغداد رياض في القائمة الثانية، يلعبها بينية مع سعيد بن رحمة. محرز ركلة الجزاء ياخذ وقته، رياض محرز وضيعها ركلة الجزاء. قلت لك يا رياض كنت أتمنى ألا تنفذها، معلش يلا. مش من عادته يضرب ضربة الجزاء بهكذا الشكل عالية فوق المرمى. اوكي صدها الحارس، يرميها برا على الجهتين اليمنى واليسرى. اسماعيل بن ناصر في خطأ لصالحه بعد هذا التدخل من لويس أسوي. ال10 دقائق الأخيرة الآن. داري من ندونغ، لا مش ندونغ، بعيدة كثير وخرجت سلامات. رياض رائعة الكرة هذه، رائعة من رياض محرز لعيسى ماندي على الجهة اليمنى، طلبها والتوزيعة صدها المدافع الأوسط اللاعب ساول كوكو واخرجها. وإلا رحمة يراقب كورتو سعيد على مرتين وفي خطأ، الحكم يقول العب يا سعيد، العب يا عوار. يادو خارجة من اسماء سعيد بن رحمة، هيلة خطيرة رائعة في القائمة
القائم الثاني في وضع التسلل أشار لها الحكم نعم، وإلا الرأسية كانت من بغداد. كرة سعيد بن رحمة في القائم الثاني كانت رائعة. هنالك لعيسى، عيسى لرياض، نقب كورته رياض، التوزيع من رياض وسقط، والكرة راحت مباشرة ضربة مرمى. بدأت تظهر بعض ملامح الحلول بالنسبة للرأسية. الدفاع خرجها وصلت لرياض، محرز والركنية. كرة من رياض وفي الركنية من هنالك الأولى في هذا الشوط الثاني. الثاني يدخل اسماعيل بن ناصر والحارس. كورته لم تكن قوية. اسماعيل بن ناصر سهلة بالنسبة للحارس أونو. ما زالت غينيا محاولة التسديد. رائع رائع التسديد، كرة ساقطة ومندريا يخرجها في الركنية. دقائق هذه الخمسة هي دقائق الغينيين. شوف لرياض خطيرة، جول رياض وحسام، جول. مش معقول ان الهدف لا ياتي، فعلا جاء الهدف من حسام. التسديده من رياض صدها الحارس، وعوار كان في المكان المناسب وهز الشباك وافتتح مجال التسجيل. 1-0 للمنتخب الجزائري في شوط ثاني مغاير تماما لسيناريو الشوط الاول، فرديا وجماعيا وحتى تنظيميا بالنسبه للاعبين. وجاء الجول الاول، وبعد الاول ياتي الثاني والثالث من دون شك. فعلى حسام كان في المكان. Buneja all over the number 21, and now it does make it through. Surely this should be the icing on the cake, and finally, yes, finally Algeria have their second. Amine Farid Gouri, the Stade Rennais man, gives the scoreline the gloss it needed and propels Algeria to the top of Group E. All of Equatorial Guinea was looking to play up the field, caught through with one ball. A fortuitous deflection into the path of Amine Farid Gouri.